السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ انا ندمت من قناة يوميات ندى احمد. لو اول مرة تشوفوني ما تنسوناش في لايك وشير للفيديو ده. النهاردة اقول لكم على وصفة اقتصادية جدا ومن حاجات بسيطة جدا كلها متوفرة في البيت. من ربع كيلو لحمة بس هنعمل الصينية اللي انتوا شايفينها قدامكم دي، وهتوفر علينا كتير. هيكون عشاء او غدا او حتى فطار، سموه زي ما تسموه، بس هيكون حاجة اقتصادية جدا وبسيطة وموجودة في كل بيت. اول حاجة معايا هنا ربع كيلو من اللحمة المفرومة. معايا هنا البهارات: توم باودر، بصل باودر، ملح، فلفل اسمر، بابريكا، ومعلقة صغيرة من بهارات اللحم. ومعانا معلقتين كبار صلصة او معجون الطماطم. معانا ملصتين كبار عاملينهم شرايح كده زي ما انتوا شايفين. معانا برضو قد كمية اللحمة او ضعف كمية اللحمة بطاطس يعني بنجيب حوالي بطاطساية وبصلة كبيرة وقرنين 3 فلفل. لو حابة تضيفهم حار براحتك، عادي براحتك. وبنصفي المية بتاعتها وبنحطها في طبق معانا. هقول لكم هنعمل ايه بيها دلوقتي. طبعا في البداية كده هنقلب كل البهارات او التوابل اللي معانا مع بعضها، بندمجها كويس جدا. هناخد نصها دلوقتي وهنسيب نصها. اقول لكم ليه؟ تابعوا معايا الفيديو للنهاية، بس متنسوناش في لايك وشير للفيديو ده فضلا منكم وليس امرا. زي ما انتوا شايفين كده انا دمجتهم كويس مع بعض. هاخد نصهم وهحطهم مع كمية الطماطم او الصلصة او معجون الطماطم اللي موجود معانا، وهندمجهم كويس جدا مع بعض. هتقولولي ليه بتحطيها على الصلصة؟ هقول لكم دلوقتي عشان احنا هنحط الصلصة دي على البطاطس وهنقلبها معاها، يعني ايه، هندمجها كويس جدا مع بعض زي ما هتشوفوا دلوقتي قدامكم كده. هفصل الفيديو وارجع لكم تاني عشان انا بصور بايد وماسكه التليفون بالايد التانية. المفروض تقدروا التعب ده عشان انا بتعب جدا في الفيديوهات. مش مجرد فيديو كده بالصور وخلاص. بتمنى منكم بس الدعم والتقدير للفيديوهات دي. خلصنا هنا البطاطس ورصيناها في الصينية بتاعتنا. هننزل باللحمة ومعاها البصل والبطاطس والفلفل المفرومين كويس جدا، مفرومين ناعم. عاوزة اقول لكم ان الحاجات دي ما بتكونش باينة طعمها اطلاقا بعد لما اللحمة بتستوي. طبعا هندمجهم كويس جدا مع بعض. عاوزة اقول لكم بصوا الخطوة دي مستحيل يعني انت في الاخر ما بتحسش بطعم البطاطس والحاجات دي، لا، بتكون طعم اللحمة باين وظاهر جدا، لان البطاطس والبصل لان هما مفرومين ناعم على ما بيستووا، بس بيستووا كويس يعني ما بيكونش طعمهم باين معانا في اللحمة بتاعتنا. بس اهم حاجة تتابعوا الخطوات وتعملوا زي ما انا بعمل قدامكم بالظبط. هعدلكوا الخطوة تاني وهقولكوا ركزوا معايا في الخطوات اللي انا هعملها دي. حطينا الصلصة على التوابل وبعدين حطيناها على البطاطس، قلبناهم كويس جدا. الخطوة دي اعملوها زي ما انا بعملهم معاكم. ركزوا في الخطوات عشان الحاجة تطلع معاكم بنفس الخطوات. لما نحطها على البطاطس بنقلبها كويس جدا مع بعض. طبعا لو حابه تلبسي جلافز براحتك، دي حاجه ترجع لك، يعني انا غاسله ايدي كويس جدا وواثقه من نظافتها. انت بقى براحتك، حابه تحطي جلافز في ايدك او كواندي، دي حاجه ترجع لراحتك. طبعا بنرصهم في الصينيه واحده جنب واحده، وبعدين الميه اللي انتوا شفتوها في الصينيه دي الميه اللي احنا صفيناها من البصل والفلفل والبطاطس بتاعتنا. بنحطها في ارضية الصينية ليه؟ عشان تتبخر، يعني ايه، عشان البطاطس تستوى معاه. طبعا حابة كمان اضيف لكم اضافة ان مع البهارات اللي احنا ضفناها دلوقتي دي بقيت كمية البهارات اللي احنا عملناها دلوقتي مع بعض او التوابل. كمان بنحط معلقة كبيرة من السمنة او معلقة ونص، لو حابة تحط زبدة او زيت حاجة ترجع لراحتك. زي ما انتوا شايفين كده احنا بندمجها كويس جدا مع بعضها لحد لما بتبتدي تتشكل في ايدينا كور كده، نقدر نعملها زي ما احنا عاوزين. اول ما بنحسها كده بدأت تتصبع في ايدينا زي صوابع الكفتة كده، بنبتدي ايه، نحطها على وش الصينية. وهوريلكوا الكلام ده دلوقتي قدامكم خطوة بخطوة. هتاخد معاكي في الفرن من 30 ل45 دقيقة تبع السوا بتاعي. وطبعا ما تغيبهاش قوي يعني عشان ما تنشفش معاكي، وكمان ما تخليش النار عالية اوي. النار بس بتكون الفرن سخن جدا اول ما بتدخليه،
بعد كده تهدي النار تخليها وسط عشان تستوي براحتها. وده بيكون الشكل النهائي ليها بعد ما بتطلع من الفرن زي ما انتوا شايفين. طبعا هقولكوا على فكرة بسيطة جدا، لو حابة تحطي على الوش من فوق جبنة موتزاريلا اول ما هي بتستوي وبعدين تاخد لون كمان معاها براحتك، دي حاجة ترجع لراحتك، بس انا حباها كده. انت بقى حابة تزودي، دي حاجة ترجع لراحتك. عاوزة اقول لكم ان هنا اقدر اقول لكم يعني هي وصلت للقوام اللي انا عاوزاه. حاجة بسيطة جدا، حاجات كلها متوفرة في البيت. ربع كيلو لحمة مش امكان يعني، مش حاجة هتكلفك كتير ان انت تعملي الصينية ديت، ولادك هيفرحوا بيها جدا. تغيير من البطاطس التقليدية كمان اللي احنا بنعملها من غير اي حاجة فيها. انا كده وصلت لنهاية الفيديو، انتظروني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا. انتظروني في فيديو جديد ان شاء الله.